الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه. أما بعد، الإخوة الكرام والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقف أنا بحكيه للتاريخ لأنه أنا كنت حاضر، والموقف يتلخص في أنه كنت مع أبوي رحمة الله عليه، ولما جينا قدام بيت أزهري وقف العربية جنب الباب الصغير اللي هو بيفتح على شارع بيت المال، ودق الباب. فتحت لنا حاجة مريم سلامة زوجة الزعيم الأزهري، وهي على فكرة من نسايب أهلنا ناس حامته. فدخلتنا، تفضل يا حاج أحمد، اتفضل اتفضل. فدخلنا جوا وقعدتنا في صالة، ومشت نادت لنا الزعيم من جوا. أذكر تماما جانا بشبشب بتاع بيت وجلابية وبدون طاقية. قعد شوية بتونس، بعد شوية حاجة مريم نادته من المطبخ، فمشى ليها، دخل لي جوا، جا طالع شايل لي حاجة في يده، طوالي مشى على الباب. أبوي كورك له، يا زعيم يا زعيم، وين؟ قال له بس دقيقة. قال له وين ماشي؟ قال له بس ماشي الدكان هنا أجيب لي سكر. الله أكبر، رئيس دولة ما عنده رطل سكر في بيته عشان يسوي به شاي لضيوفه. قال له طيب تعال يا زعيم، الولد يمشي الدكان. قال له لا، ما ينفع، أنا عندي حساب عند الدكان، شايل دفتر الجرورة. تخيلوا يا إخوان، يتخيلوا الزمن ذاك، ما بعرف رطل السكر كان بكم، بقرشين ولا بخمسة قروش، ما بتذكره. المهم هو ما عنده كاش لرطل سكر، وما عنده في بيته رطل سكر. ايه النزاهة دي؟ ايه العفة دي؟ خلونا نتدبر الآن في حالنا وحال ناسنا وحكامنا وحكام المسلمين كلهم. اللهم ول علينا من يصلح، اللهم أصلح حكامنا وحكام المسلمين أجمعين، اللهم أصلح حالنا وأحوال المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم جميعا، اللهم يا رب العالمين. الذين قضوا ومضوا إليك من زعمائنا النزهاء الشرفاء، عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين، واجزهم خير الجزاء على ما قدموا لمواطنيهم وللوطن يا رب العالمين، وأصلح جميع أحوال المسلمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.